مرحبا بكم. شرعت المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب في محاكمة 17 محامين ينتمون لهيئة المحامين بالقنيطرة قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها في السطو على الأراضي السلالية. وتتزامن محاكمة هؤلاء مع حملة اعتقالات شملت كتاباً عموميين وموظفين متهمين بتحرير عقود مزورة والمصادقة عليها بجامعتي سوق الأربعاء الغرب بإقليم القنيطرة وبالقصير بإقليم سيدي قاسم. وتم تحريك المتابعة في حق المحامين بناء على شكاية مستعجلة وضعها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتهمهم من خلالها بصنع وثائق تتضمن معطيات واستعمالها والنصب والاحتيال، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي وكذلك القانون رقم 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. وأوضحت الشكاية التي تحمل توقيع مدير شؤون القروية بوزارة الداخلية عبد المجيد الحنكاري أنه تبين من خلال عملية الرصد التي تقوم بها مصالح الوزارة لوضعية العقارات المملوكة للجماعات السلالية التابعة لنفوذ ترابي لعمالة إقليم القنيطرة وجود العديد من المستغلين بصفة غير قانونية سندهم في ذلك عقود بيع وتنازلات محررة من طرف مجموعة من المحامين المنتمين لهيئة المحامين بالقنيطرة.